يابا انت بتلعب مع مين؟ انت بتلعب مع الكابتن محمود الخطيب؟ يابا لا، مش الكابتن محمود الخطيب اللي يتلعب معاه، مش النادي الاهلي اللي يتلعب معاه يا ابني. يا ابني مش النادي الاهلي اللي يتلوي دراعه يا حبيبي. انت ممكن تلوي دراع اي فريق الا النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش محتاج فلوسك. النادي الاهلي هيجمدك على الدكه وهيبقى فرحان وهو مجمدك على الدكه. وسام ابو علي لما ما راحش الاختبارات القياسيه وبعدها ما راحش عشان يعمل اشعه رنين، وبعدها ما حضرش التدريبات الصباحيه ولا المسائيه مع النادي الاهلي، ساعتها النادي الاهلي قال له هنوقع عليك غرامات، واللاعب خاف من الغرامات فقال هسافر معاكم معسكر تونس بعد ما قال لك ان انا مش مسافر. فالنادي الاهلي خد الجوازات السفر بتوعه وقالوا له هتسافر معانا المعسكر. بعدها على طول النادي الاهلي قال له مفيش سفر، انت قاعد هنا في مصر يا حبيبي، انت مش مسافر معانا المعسكر. مش انت عايز تلوي دراع النادي الاهلي؟ مش النادي الاهلي اللي تلوي دراعه، مش الكابتن محمود الخطيب اللي يتلوي دراعه. انت ممكن تلعب مع اي حد الا الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب لسه لحد دلوقتي بيلعب، ايوه اعتزل بس لسه لحد دلوقتي بيلعب. مش هتقدر تلعب معاه، مش هتقدر تلوي دراعه ولا تلوي دراع النادي الاهلي. فطبعا وسام ابو علي اترجى الكابتن محمود الخطيب هو ووكيله وقال للكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي احنا هنجيب لك العرض اللي انت عايزه. طب يا عم هات العرض اللي انت عايزه. راح للكولومبس الامريكي واتحايلوا عليهم شويه وقالوا له هنقدم عرض للنادي الاهلي ب 7.5 مليون ومليون ونص اضافات و15% اعاده بيع. فرد عليهم الكابتن محمود الخطيب قال لهم لا يا باشا، مش ده العرض اللي انا عايزه، انا قلت 9 مليون او 10 مليون هتدفعوه كان به، مش هتدفعوه اهو وسام مكمل ومتلقح في النادي الاهلي وهنقعده دكه وهنجمد امه على الدكه. فطبعا وكيل وسام ابو علي طلع قال لك النادي الاهلي ما بيتعاملش باحترافيه، النادي الاهلي مش عايز يبيع وسام، واللي وسام بيعمله واللي انت بتعمله ده احترافيه. لما اللاعب عايز يتمرد على النادي الاهلي وما يروحش التدريبات وما يروحش الاختبارات القياسيه وما يروحش يعمل اشعه رنين يبقى كده كويس وحلو، حلو لوسام ووحش على النادي الاهلي. يابا قلت لك ما تلعبش مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ما يتلعبش معاه، النادي الاهلي ما يتلوش دراعه، لان النادي الاهلي مش محتاج فلوس وسام ابو علي، النادي الاهلي مش محتاج وسام ابو علي. انت لاعب كبير ومهاجم عالمي بس النادي الاهلي ما بيقفش على حد، النادي الاهلي ما بيحتاجش حد يا حبيبي، فمش هتقدر تلوي دراع النادي الاهلي. اسمع مني، اسمع مني، ارجع لصوابك وخليك لاعب محترف ولاعب جميل كده وكمل مع النادي الاهلي، ووقت ما يجي عرض حلو والنادي الاهلي هيوافق عليه هيمشيك. انما عايز تلوي دراع النادي الاهلي انسى يابا، احنا مش الزمالك او اي فريق تاني، النادي الاهلي عنده فلوس مش محتاج فلوسك اصلا. واحب اقول لك على حاجه اللي مقوي قلب النادي الاهلي ان انت مقيد محلي يا محلي. بس كده، يلا سلام.